السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض اكلة حلوة جدا وكلنا بنحبها في كل البيوت المصرية، وهي الكشري المصري. ان شاء الله اقدر افيدكم فيه ويكون سهل عليكم. دلوقتي احنا مسكنا حوالي كوبايتين من الزيت، وحمرنا فيهم بصلتين كبار، قطعتهم رفيعين جدا جدا على قد ما تقدري. انا ما حطيتش اي اضافات، لا نشا ولا ملح. وعلى فكره بيطلع حلو. فكرته ان انت تحمريه في زيت غزير وتحطي حبه حبه منه وتطلعيه اللون ده انت عايزاه، تطلعيه قبليها بدقايق لان بعد كده بيغمق. الزيت ده انا خدته صفيته، انا هستعمله في كل النهارده في كل الصلصات وفي الكشري نفسه. تمام يا حبايبي. احنا دلوقتي في ناس ما بتحبش تحط بصل في صلصه الكشري، انا عن نفسي بحبه. عايزه تستثنيها براحتك. مسكت بصلايه صغيره، حمرتها في الزيت بتاع الكشري حبه منه لحد ما خدت اللون الروز الفاتح. حطيت عليها 5 فصوص توم، وبعد كده نزلت بيها. طبعا كل الحاجات دي ما بخليهاش تلون. نزلت عليهم بنص كيلو من الطماطم، حوالي 4 كوبايات. في 3 مكونات هتعتمديهم: كزبرة، كمون، فلفل اسمر. تمام. الحاجات دي كلها حطيتها على الصلصة، ونزلت ب4 معالق خل. وطبعا ما تنسيش السكر علشان في طماطم بيبقى فيه الحموضة، دي بتعادل الحموضة. دلوقتي هنيجي نعمل الدقة. برضو 5 فصوص توم، بس معاهم 2 فلفلتين حاميين. عايزة تستثني الفلفل براحتك، بس بيديله طعم حلو قوي. نزلت بكوباية مية عليه. انا خليت التوم خد كده يعني تشويحة بسيطة، ونزلت بالفلفل الاسمر والكمون والكزبرة زي ما اتفقنا مع بعض. وحطيت الملح بتاعي، وحطيت نص كوباية عصير ليمون، وطبعا كوباية مية. كل ده اخد غلوة وطفيت عليه. حطي الليمون في اخر حاجة قبل ما تطفي عشان ما يمررش. بصوا انا كده رجعت حطيت الكمون لاني ما كنتش حطيته في الصلصة الاولانية. دلوقتي انا هاجي اعمل الكشري. بصوا يا جماعه، المفروض الكشري ده يتعمل كله في حله واحده، بس انا ما بفضلش كده. ليه بقى؟ انا هقول لكم واحنا بنشرح مع بعض. انا جبت كيسه كامله من الشعريه 350 جرام، وانا حمرتها ونزلت عليها ب4 كوبايات رز مصري مغسول. وانا جبت مجين من العدس ابو جبه، ده انا كنت نقعاه في نص ساعه ميه بتغلي. لو عندك وقت سيبيه ساعتين في ميه عادي من الحنفيه. صفيته، وبمجرد ما بحط العدس تحت سناني كده بعمل له تيست، لقيته قطم معايا، يبقى هو استوى وهيستوى مع الرز ده عادي. حمرت ال3 مكونات دول كلهم مع بعض، ونزلت عليهم ب4 مجات ونص من الميه. تمام. دلوقتي هنسلق المكرونه. انا بخاف ان انا احط المكرونه مع العدس، لان في انواع من المكرونات بتعمل نشا كتير، فالافضل ان انا اسلقها. وبعد ما اسلقها بحط عليها حبه من الزيت بتاع المكرون البصل، برضو بنكه المكرونه. دلوقتي هنعمل الدقه الحاميه. حطيت 3 معالق شطه كبار، معاهم معلقه بابريكا، وخدت مج من الصلصه اللي احنا عاملينها ونزلت عليه بكوبايه ميه. ودي الصوصات اللي احنا عملناها. ودلوقتي احنا بنغرف. في برضو معلومه عايزه اقولها لك: حمص الشام بتنقعيه 12 ساعه، وبتشطفيه وبتسلقيه في ميه فيها كمون وفلفل اسمر وثوم، وبتصفيها وبتحطي عليها زيت من زيت الكشري وبتستخدميه في الكشري، بيبقى طعمه حلو جدا جدا. وبالهنا والشفا. انا دلوقتي بغرفه وحطيته طبقات بالشكل اللي انتوا شفتوه. كان طعمه جميل جدا، وكل اللي اكله اتبسط منه. اتمنى ان انتوا تجربوه. بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.